دلوقتي انت بتقول زيزو وامام عاشور وبن شرقي الزمالك ما خدش بيهم افريقيا. تعرف هنا ليه؟ السؤال بيجاوب على نفسه عشان الزمالك فريق واقع وفاشل، فهنا انتهت الاجابه عن السؤال. هتيجي هنا عن بعبع افريقيا واسد القاره النادي الاهلي، هتقول لي ما خدوش معاهم افريقيا. اقول لك لا، حاسب يا عم، وحد الله كده. هو مين اللي ما خدش افريقيا؟ اولا قبل ما اللعيبه دي تروح للاهلي عشان تاخد افريقيا اللي ما خدتهاش وعمرها ما شافتها في بعض انديه لعبت فيها، خصوصا زيزو وامام، بن شرقي كان واخدها مع الوداد وقدام الاهلي. خلاص ده خليه على جنب. انت هنا بتقول الزمالك، فانا اقول لك بقى يا حبيب قلبي، الناس دي لما كانت في الزمالك اتاخد منهم القضيه في نهايه القرن في 2020، ومعانا صور بتوريك كم البؤس اللي اللعيبه دي كانت فيه لما كانوا في الزمالك. لما هم راحوا الاهلي يا حبيبي، راحوا الاهلي عشان عارفين مفيش غيره مستولي على افريقيا، واكبر فريق واخد افريقيا ومكتسح القاره، واكتر فريق بيشارك في كاس العالم للانديه، اللي انتوا كان بالنسبه لكم ده اعلان. تعال ابدا لك بقى بقلم، هبدا لك باصعب قلم خدته وهو زيزو، اللي هو لسه طازه وفريش لغايه دلوقتي. زيزو يا حبيبي ما شاركش مع الاهلي نص ساعه، هو بيشارك معاه لغايه